أنا في مرة كنت رايح الدرس، وأول لما دخلته كان مليان دوشة وصوت عالي. قعدت في أول كرسي واللي في وش السبورة. ده علشان الأستاذ دايماً بيختار حد يجاوب على الأسئلة من ورا مش من قدام. وأنا قاعد كنت ماسك الموبايل بتاعي ومش سامع أصلاً حاجة من كتر الدوشة. وفجأة جت قدامي واحدة زميلتي، وبصراحة البنت دي أنا معجب بيها شوية، ودايماً بحاول ألفت نظرها بأي طريقة. المهم إنها جت لي وإدت لي ورقة، وقالت بعدها حاجة بس أنا ما سمعتهاش من الدوشة. فأنا دماغي اللي مسوحاني في كل حتة دي خدتني في حتة تانية خالص، وافتكرت إن دي ورقة حب وهي بتعترف لي بحبها. فأنا حبيت أعمل فيها جامد وتقيل، وأول لما الأستاذ جه قمت قلت له: بعد إذنك يا أستاذ، أنا كنت قاعد من شوية في أمان الله، لقيت زميلتي واللي هي زي أختي مريم بتدت لي ورقة وشكلها مكتوب فيها كلام حب. وكملت كلامي وبقول لها: عيب عليكي اللي انت بتعمليه ده، إحنا زمايل وبس. الأستاذ رد وقال: الكلام ده بجد يا مريم؟ قالت: لا طبعا يا أستاذ، الورقة دي فيها أسماء الناس اللي حضروا النهاردة، وأنا اديتها له عشان يديها لحضرتك، وقلت له كده بس هو ما سمعش. وكمان أنا يا أستاذ لو حامل كده حاملها مع راجل مش مع الواد ده أبو شخة. وبعدها الكل قعد يضحك وعملوا علي حفلة للصبح. فأنتوا لو كنتوا مكاني هتعملوا إيه؟